الشهيد محمد باقر الصدر، مرجع ديني فيلسوف ومفكر إسلامي عراقي، يعد من أبرز رواد النهضة الإسلامية المعاصرة. ولد السيد محمد باقر الصدر بمدينة الكاظمية المقدسة في العام 1935 من أسرة علمية عرفت بجهادها، وقد برز منها الكثيرون، منهم الإمام المغيب السيد موسى الصدر، والشهيد السيد محمد الصدر، وأخوه الأكبر السيد إسماعيل الصدر، ووالده آية الله السيد حيدر الصدر، أحد أبرز علماء الكاظمية. ابتدأ مشواره العلمي في الكاظمية المقدسة في السنة 5 من عمره، فبدت عليه إمارات النبوغ والعبقرية المبكرة، وقد أنهى الدراسة الابتدائية في سن 11 من عمره، ثم اتجه إلى الدراسات الدينية في الحوزة العلمية، إذ أكمل دراسة السطوح بمدة قياسية. درس المنطق وهو في سن 11 من عمره، وطرح العديد من الإشكالات على الكتب المنطقية، ثم شرع بدراسة كتاب معالم الأصول عند أخيه السيد إسماعيل الصدر، وهو لم يتجاوز 12 من عمره. هاجر إلى النجف الأشرف، فحضر دروس البحث الخارج لعدد من أساتذتها. تصدى للهجمة الماركسية في كتابيه فلسفتنا واقتصادنا، وأثبت أن الإسلام يقود الحياة. تأثر به الكثير من الشباب الرسالي المؤمن، فالتحقوا بالحوزة العلمية على الرغم من الصعوبات التي واجهوها أيام البعث الكافر. لم يخش من السلطة البعثية الظالمة، وأعلن تأييده للسيد الخميني، واعتبر نفسه جنديا في المشروع الإسلامي. التفتت الجماهير الواعية حوله، ما دفع النظام المقبور لفرض الإقامة الجبرية عليه، ومن ثم اعتقاله وإعدامه مع أخته العلوية الطاهرة بنت الهدى. فسلام عليه يوم ولد، ويوم استشهد، ويوم يبعث حيا.